أيها المسلم، سؤال مهم، وهو حكم من أفطر في رمضان بغير عذر. لأن بعض الشباب هداهم الله، أسأل الله أن يهديني وأن يتوب علينا وعلى كل مسلم يا رب العالمين. بعض الشباب لا يدري عظم هذا الشهر وحرمة هذا الشهر الكريم المبارك، فتجده يفطر فيه بلا عذر. يعني سبحان الله العظيم، وكأنه لا يدري قيمة هذه الأيام وعظم هذه الأيام، وأنه في شهر فضيل مبارك، شهر فيه ليلة من خير الليالي، وشهر فيه كل ليلة يعتق الله من عبيده من النيران ما شاء الله أن يعتقهم. فأسأل الله أن يعتق رقبتي ورقبتكم من النار، اللهم آمين. فبعض الشباب يفطر في هذا الشهر الكريم. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في شهركم. والله من أفطر بغير عذر في هذا الشهر الكريم فقد أتى بكبيرة من الكبائر، وعرض نفسه لسخط الله وعقاب الله. ومن منا يتحمل سخط الله وعقابه؟ ومن منا يتحمل أن يكون في سخط الله وفي غير معيته وفي غير توفيقه؟ من منا لا يحتاج إلى إحسان الله وإلى رحمة الله؟ إن الله عز وجل جعل هذا الشهر الكريم بابا للمغفرة وبابا للعتق، فمتى تعود إلى الله عز وجل؟ وهذه سوق المغفرة. أنت الآن في سوق المغفرة، سوق العفو، سوق الرضوان. هتلاقي الفرصة دي فين تاني؟ هتلاقيها فين تاني؟ خلي بالك، ربما يخرج النفس ولا يعود، وربما ينام الإنسان فلا يستيقظ إلا يوم القيامة. فيا أيها المسلم، عد إلى الله وتب إلى الله، فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. قد أضلك شهر الصوم بعدهما، قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. وانظر لمن كان معك في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. يا أيها المسلم، عد إلى الله وتب إلى الله. طيب، الإنسان الأفطر في رمضان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعزم النية على عدم الإفطار. العلماء بقى الذي أفطر وهداه الله إلى الصيام، العلماء على 3 أقوال. منهم من قال عليه أن يقضي هذه الأيام التي فاتته، ومنهم من قال إذا عجز عن الصيام يتحول إلى الإطعام، يشوف هو أفطر كم يوم وعليه أن يقضي، فإن عجز أخرج إطعام مسكين عن كل يوم. طيب، عجز فإن الله يتوب عليه بتوبته. طيب، الرأي الأخير قال إن الإنسان إذا كان عاصيا لله عز وجل وعد عليه أكثر من رمضان، أفطر في رمضان أو 2 أو 5 أو 10، لأن في ناس كده فعلا. والله أنا في المسجد واحد ربنا يبارك له يا رب، شباب زي الورد هداه الله عز وجل، وقال هو عنده مثلا 27 سنة، قال أنا ما صمتش إلا رمضان اللي فات، هداني الله عز وجل وصمت، بس أنا فات مني سنين، أعمل إيه؟ فسبحان الله أجبته، وسبحان الله وجدت كما أجبته. ليه أنا أجبته؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنا قلت في نفسي، لو أنا قلت له يقضي الأيام مش هيقدر، عشان مثلا 10 رمضانات فاتوا عليه، عشان يطعم، هو لسه شاب يشتغل باليومية، أو علشان يصوم. تخيل مثلا لو قلنا بس 10 رمضانات في 30 300 يوم، يعجز. وإحنا عايزين ناخده، عايزين نقربه، عايزين نحببه. فقلت يا أخي، ما دمت تبت إلى الله وعزمت على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب، يتوب الله عليه.
قال يعني ماليش حاجة. قلت له إن شاء الله مش عليك حاجة. ليه؟ لحديث النبي، وليس بعد قول النبي قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفيه والتوبة تجب ما قبلها. التوبة تمحو ما قبلها، لأنه تاب، يبقى إذن ما قبلها من ذنوب يمحوها الله. وقال الله في قرآنه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقلت له إن شاء الله مدام تبت إلى الله وعزمت إن شاء الله مش عليك حاجة. لكن أنا بقول لإنسان مثلا عليه أيام بسيطة، عليه رمضانين 2 مثلا، واستطاع إنه يعني مش هيقدر يقضي عشان يصوم شهرين، هتبقى صعب، أن يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، يعني 20 جنيه مثلا، 25 جنيه عن كل يوم إن استطاع. فإن لم يستطع فليأخذ بالقول الذي يعني قال بها العلماء، إن الإنسان لو كان على معصية معينة من ترك صلاة أو ترك صيام أو نحوه، ثم تاب إلى الله وعزم على التوبة وعدم العودة، فإن الله عز وجل يغفر له ما كان، بل ويبدل سيئاته حسنات. وهذا من فضل الله رب الأرض والسماوات، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين. فهلموا إلى الله، هلموا إلى النفحات، هلموا إلى ربكم الذي أرحم بكم من أمهاتكم، بل أرحم بكم من أنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يعينني وإياكم على الصيام وعلى القيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. صلوا وسلموا على سيد المرسلين سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.